السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أصدقائي ومتابعين القناة. لو لسه بتشوف القناة لأول مرة فضلا وليس أمرا اعمل لايك للفيديو واعمل اشتراك للقناة علشان يوصلك أسعار الفراخ يوميا، جملة في المزرعة وقطاعي في المحلات. أسعار الفراخ البيضة اليوم بالفيديو فضايح مع عمرو أديب. الأسعار في المحلات الآن. في البداية يا شباب يلا كلنا نثبت حضور ونصلي على الرسول ونعمل لايك للفيديو ونشوف الأسعار الجديدة النهاردة. امبارح وفي لقاء تلفزيوني مع الإعلامي عمرو أديب والأستاذ عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، حصل اعتراف كامل من حضرته على الهوا مباشرة إن سعر العلف اللي تخطى 21,000 جنيه يتم تخزينه واحتكاره من قبل المستثمرين ويتم بيعه ب3 أضعاف ثمنه في السوق. ويعتبر الارتفاع الجنوني لسعر العلف حاليا هو المشكلة الرئيسية والأساسية في الخراب والدمار اللي بيحصل في صناعة الدواجن بأكملها. ويلا بينا نشوف الفيديو ده مع بعض. عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، أهلا بيك يا فندم. اهلا استاذ عمرو، اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين، اهلا بيك. هل صحيح الخبر النهارده ان انتوا وقفتوا بيع الكتاكيت؟ مش حكايه احنا وقفنا بيع الكتاكيت، ما حدش عاوز يدخل كتاكيت في دورات جديده نظرا لارتفاع اسعار العلف. يا استاذ عبد العزيز انت مش عارف العلف بيروح فين؟ عايز تقول لي يا فندم ان يا فندم حضرتك يعني واحد من المهمين في هذه الصناعه مش عارف العلف اللي الدوله بتصرف عليه الدولار كل يوم بيروح فين؟ انت بتستغل الفرصه وتغلي السعر. انت دي مين؟ مشكله. انت مين اللي بيزود السعر؟ انت مين؟ المستوردين اهو كلامي واضح، المستوردين الذين يقومون باستيراد المستلزمات الانتاج. يبقى لازم الدوله تتدخل. مع السلامه حضراتكم، انتوا عاملين تعيشوا في الارض فساد، مش عاوزينكم. ويلا بينا نشوف مع بعض الاسعار الجديده للفراخ البيضاء والاسعار الحقيقيه للطيور ليوم الثلاث 13/12/2022، جمله في المزرعه وقطاعي في المحلات. سجل سعر كيلو البط البلدي في المزرعة 50 جنيه وبيوصل لحضرتك في المحلات 55 جنيه للكيلو. سجل سعر كيلو البط الفرنساوي في المزرعة 29 جنيه وبيوصل لحضرتك في المحلات 34 جنيه للكيلو. سجل سعر كيلو البط المسكوفي في المزرعة 45 جنيه وبيوصل لحضرتك في المحلات 50 جنيه للكيلو. البط المولار سجل سعر الكيلو في المزرعة 35 جنيه وبيوصل لحضرتك في المحلات 40 جنيه للكيلو. الحمام البلدي سجل سعر الجوز 55 جنيه وبيوصل لحضرتك في المحلات 60 جنيه للجوز. سجل سعر جوز السمان في المزرعة 33 جنيه وبيوصل لحضرتك في المحلات 38 جنيه للجوز. الديك الرومي الأبيض سجل سعر الكيلو في المزرعة 50 جنيه وبيوصل لحضرتك في المحلات 55 جنيه للكيلو. الديك الرومي البلدي الأسمر سجل سعر الكيلو في المزرعة 55 جنيه وبيوصل لحضرتك في المحلات 60 جنيه للكيلو. لحم الأرنب سجل سعر الكيلو الآن في المزرعة 55 جنيه وبيوصل لحضرتك في المحلات 60 جنيه للكيلو. الفراخ البلدي الحر سجل سعر الكيلو الآن في المزرعة 55 جنيه وبتوصل لحضرتك في المحلات 60 جنيه للكيلو. الفراخ الرز يسجل سعر الكيلو الآن في المزرعة 50 جنيه وبتوصل لحضرتك في المحلات 55 جنيه للكيلو. أمهات الفراخ الساسو سجل سعر الكيلو الآن في المزرعة 29 جنيه وبتوصل لحضرتك في المحلات 34 جنيه للكيلو. النهارده الفراخ الساسو ثبات واستقرار على أعلى سعر وصلت له لحد دلوقتي، بتسجل أعلى سعر في المزرعة 57 جنيه، أقل سعر 56 جنيه، بتوصل للمستهلك في المحلات 61 جنيه للكيلو كحد أقصى. أمهات الفراخ البيضاء الهبرد الكبيرة ثبات واستقرار على سعرها النهارده، لتسجل السعر في المزرعة الآن 25 جنيه، بتوصل للمستهلك في المحلات 30 جنيه للكيلو. النهارده الفراخ البيضاء ثابتة ومستقرة على سعرها، لتسجل السعر المعلن حاليا 39 جنيه، التنفيذ 38 جنيه، بتوصل للمستهلك في المحلات 43 جنيه للكيلو كحد أقصى. وما تسمحش لحد إنه يرفع عليك الأسعار أكتر من كده يا مستهلك. وفي النهاية يا ريت تدعمونا بعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة علشان يوصلك أسعار الفراخ يوميا، جملة في المزرعة وقطاعي في المحلات. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.